نبدأ بالصلاة على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. معانا النهاردة شقة في الهانوفيل على الشارع الهانوفيل الرئيسي بجوار كارفور. الشقة دي دوبلكس 5 غرف. دي الشقة اللي في الدور الثالث، وهنتفرج على اللي في الرابع بعد ما نخلص دي ان شاء الله. اللي في الوش ده المطبخ اللي هي الستارة الحمراء، وده اول قطعة اللي قدام المطبخ. ده الريسبشن بتاعي، والريسبشن بتاعي يشيل قطعة كبيرة جدا. شقة هاوية ومشمسة. وهنبص على المطبخ بتاع الدور الثالث، احنا الثالث والرابع شيل معايا كافة الأجهزة الكهربائية، مستخدمين فيه شوية حاجات مش مستعملينه. شفنا الريسبشن والشقة بالكامل مطلات وبلكونات، حتى الأوض فيها البلكونات دي. شقة تشطيب سوبر لوكس، أرض مرخصة، عمارة مسجلة، نظام هندسي، حاجة جميلة جدا. عندنا بعد كده هنتفرج على بيت الشقة حمام، وعندي تحت 3 غرف، كل غرفة فيها تشيل أوضة نوم كبيرة جدا، زائد إن هي بيبقى فيها بلكونة أو شباك على الشارع زي الأوضة التانية دي. كل أوضة تشيل أوضة نوم كبيرة جدا، مساحات 4 في 4 و4.5 في 4.5 و4.5 في 5. والأوضة دي كمان فيها بلكونة، يبقى أنا كده عندي 3 بلكونات في الدور الأول، وحمام ومطبخ، عند عداد غاز، عداد مية، عند كهرباء. واللي بنتفرج عليه ده حمام الدور الثالث، يبقى انا كده اتفرجت على 3 غرف وحمام ومطبخ وريسبشن. وهبدا اطلع على الدور اللي فوق، دور رابع الدوبلكس. باب مصفح عندي، وفوق برضو في باب مصفح، تشطيب على اعلى مستوى، بسم الله ما شاء الله. سلم رخام. عندي ريسبشن شايل معايا قطعتين كبار، والريسبشن فيه مساحة واسعة جدا. طبعا هنا المطبخ اللي تحت دخلنا احنا هنا في الريسبشن، عشان كده عملنا اوضة من اوض مطبخ، وبرضو طرقة للباب اللي في الدور الرابع. احنا قلنا 2 اسانسير، عمارة فخمة على الشارع الرئيسي. نفس السيستم البلكونات، تحت قلنا فيه 3 بلكونات، فوق برضو 3 بلكونات، في الريسبشن وفي اوضة وفي مطبخ. طرقة التوزيع حمام تاني، والحمام التاني تشطيبه اعلى من الحمام اللي في الدور الثالث. حمام واسع، احط فيه غسالة براحتي، اعدله واعمل فيه كابينة شاور، هيبقى كابينة فوق الممتاز، معايا مساحة. دي الغرفة الاولى فوق في الدور الرابع، وتشيل معايا غرفة نوم كبيرة وبرضو بلكونة فيها. دي بقى الغرفة الخامسة، وغرفة كبيرة جدا، يبقى انا عندي 5 غرف، 2 حمام و2 مطبخ. وده المطبخ الأوضة اللي قلت لحضرتكم عليه، في بلكونة تقدر تحافظ معايا على نظافة الشقة بالكامل. المطبخ اللي فيه بلكونة الشقة بتاعته بتبقى نظيفة جدا وصحية، اللي بخزن فيها الحاجات اللي ممكن تلم حشرات. وانا شاكر ليك ان سمعت معايا الفيديو للاخر، واتمنى تعمل لايك وشير ومتابعة، وتصلي على سيدنا محمد عشان يوصلك كل جديد. والشقة دي يا جماعة هتلاقي السعر بتاعها مكتوب تحت في العنوان او في صندوق الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.